السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. أنا آسفة لمقاطعة حضرتك، عايزة أعرف رأيك معلش. اتفضلي. أنا لسه مكلمك بخصوص مس العورة في الطواف معلش. طيب ايه المطلوب؟ عايزة أسمع رأيك معلش، أنا آسفة للمقاطعة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السائلة تسأل سؤالا بني على أصل فيه خلاف، أنها مست عورة طفلتها أو مؤخرة طفلتها جميل. وبعد ذلك طافت. هل طاف؟ طواف السعي. مش عارف أقول ليه. السعي يا أختي لا يلزمه وضوء. السعي لا يلزمه وضوء. لا يلزم السعي وضوء. الطواف هل يلزمه وضوء أو لا يلزمه وضوء؟ قول الأكثرين لا يلزمه وضوء على اختلاف أيضا، فبعض المعاصرين كالشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه وبعض الأولين كابن تيمية رحمة الله عليه يرون أنه لا يلزم الوضوء للطواف، لأن حديث الطواف بالبيت صلاة ضعيف عن رسول الله، لا يثبت عن رسول الله. لكن الجمهور يقولون يلزمه الطواف، فتنزلا لو قلنا إن الطائف يلزمه وضوء وهي المرأة متوضئة لكن حصل منها أن مست مؤخرة ابنتها، هل وضوءها انتقد ومن ثم طوافها انتقد أو لا؟ رجعنا إلى مسألة مس المرأة لعورة طفلها أو لعورة طفلتها. كان على عهد الرسول صلوات الله وسلامه عليه مئات الأطفال، مئات الآلاف من الأطفال والبنات، ومن دواعي تربية الطفل والبنت أن الأم تمس شيئا منه، ولم يثبت عن رسول الله أي خبر يفيد أن المرأة إذا مست عورة طفلها أو عورة طفلتها ينقض الوضوء. لم يرد خبر تماما في هذا الباب. نرجع للأصل، الأصل اللي هو أكبر من ذلك الذي يقيسون عليه، وهو من مس ذكره فليتوضأ. حديث من مس ذكره فليتوضأ، هل الأمر فيه أمر استحباب أم لا؟ ولو ثابت أو ليس بثابت؟ أنا أراه معلولا لحديث رسول للآتي ذكره، إذا كنت تفهمين في الحديث أو يفهم غيرك من المتابعين والمتابعات علم الحديث. الحديث روي من طريق مروان بن الحكم عن بسرة بنت صفوان، هذا أمثل طريق له، ولا كل الطرق الأخرى متكلم فيها وضعيفة. مروان بن الحكم متهم في دينه، كان ظالما مبيرا، وهو الذي قتل طلحة بن عبيد الله ظلما وعدوانا، وغير ما غير وتسبب في مشاكل كثيرة معروفة. طعن العلماء في مروان، فأرادوا أن يخرجوا مروان من حيز الحديث، فقالوا إن مروان كان جالسا مع عروة بن الزبير يتذاكران مسألة مس الذكر، فلما تكلم في الموضوع أرسل جنديا من جند مروان إلى بسرة بنت صفوان يسألها، فقالت إن الرسول قال من مس ذكره فليتوضأ. اعترض على هذا بأن هذا الجندي مجهول، ومن شروط علماء الحديث أن يكون رجال ثقات معروفون. أتى المصححون برواية فيها أن عروة ذهب إلى بسرة فصدقته، قالوا فانتفى إذن مروان وانتفى إذن الجندي. يحيى بن معين حكم على هذه الرواية بأن راويها وهم ولا تصح الزيادة التي فيها أن عروة ذهب إلى بسرة فصدقته، فتحرر لدي أن الحديث لا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا في مس الرجل عورة نفسه، هذا في مس الرجل عورة نفسه، ليس عورة الطفل. وثم فارق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دعيني أكلمك، لا حاجة لي فيك أن أكلم الناس الآن، أنا أفهم الناس مسألة تعنيهم، مسألتي خلاص أنا أجبتك فيها. بعد ذلك يرى الجمهور، عفوا أرجع فأقول وبالله تعالى التوفيق، أقول وبالله تعالى التوفيق هذا الكلام على حديث من مس ذكره فليتوضأ. ولو سلم، هل الأمر فيه أمر استحباب أم أمر إيجاب؟ هل من مس ذكره فليتوضأ أمر حتم كمن مس ذكره فقد نقض وضوءه أم لا؟ في عدة أقوال، فالشاهد هذا اختياري الذي اخترته، لكن يختلف مس عورة
يختلف أمر الرجل إذا مس عورته من أمر الرجل إذا مس عورة الطفل، والله أعلم.